ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش المسلمين في غزة؟ هو ده موضوع الفيديو، فخليك معايا. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لماذا لم ينصر ربنا سبحانه وتعالى المسلمين في غزة؟ وأسئلة كتيرة جدا شبيهة ليه ظهرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما صدرت من قلب متلهف للنصر، أو صدرت من ملحد عدو للدين أراد أن يشكك المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم. زي السؤال اللي احنا طرحناه: ليه ربنا ما نصرش المسلمين في غزة؟ أو أين الله من الظلم الواقع للمؤمنين في قطاع غزة؟ أو أين الملائكة التي تقاتل مع المؤمنين؟ لماذا لم ينزل الملائكة ليقاتلون مع المسلمين في غزة؟ أو ينطرح الموضوع بصيغة كلها يأس وكلها تشكيك، إن يقولك معقول دي تكون دي النهاية، إن يكون اليهود هم الصح والمسلمين هم اللي غلط، أو إن في النهاية خالص يطلع اليهود هم اللي على حق وإحنا اللي على باطل، بدليل أهو إن ربنا عز وجل بينصرهم في غزة. كل دي أسئلة تبكي فعلا. عشان نجاوب عليها عندنا مسائل. من أول المسائل اللي هنتكلم عنها اللي هو بداية الكلام: أين الله من الظلم الواقع على أهل غزة؟ لماذا لم ينصر الله تبارك وتعالى المظلومين في غزة؟ من أول المسائل اللي هنتكلم عنها اللي هو بداية الكلام: أين الله من الظلم الواقع على أهل غزة؟ لماذا لم ينصر الله تبارك وتعالى المظلومين في غزة؟ أنا أسأل الإنسان اللي بيسأل السؤال ده وبقول له: هل يخلف الله عز وجل وعده؟ أو السؤال بطريقة تانية: هل ربنا سبحانه وتعالى وعد وأخلفه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصرة المظلوم، لكن هل ربنا عز وجل ألزم نفسه بأن نصرة المظلوم هتكون في دار الدنيا؟ هسألك سؤال تاني: هل الدنيا دار جزاء أم دار ابتلاء وامتحان؟ دار ابتلاء وامتحان واختبار. طيب لما هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، وأنا بستعجب جدا من عقيدتك إذا كنت بتدعي الإسلام، لما هي دار ابتلاء وامتحان وليست بدار جزاء، فكيف اعترض على الله عز وجل بأنه لم ينصر المظلومين في أهل غزة في الدنيا؟ في سورة اسمها سورة البروج، ربنا عز وجل ذكر فيها آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الآية دي جت إمتى؟ جت بعد ذكر قوم آمنوا بالله عز وجل وسامهم أعداءهم سوء العذاب، لدرجة إن هم حفروا لهم أخدودا وأبرموا فيه النار وألقوهم جميعا في قلب هذه النار فأفنوهم عن بكرة أبيه. يعني كل اللي أمنوا بالله عز وجل أحرقوا في هذا الأخدود، لم يبقى منهم واحد. بعد ذكر قصتهم ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أنا بسألك بقى، فين الفوز هنا؟ إذا كان كل اللي أمنوا بالله عز وجل أحرقوا في هذا الأخدود، أفناهم عن بكرة أبيه، لم يبق منهم أحد، أين الفوز؟ ده ربنا سبحانه وتعالى سمى ذلك في القرآن فوز وانتصار. أين الفوز بفهمك القاصر؟ الفوز أولا أنهم ماتوا على الطاعة، فهذا فوز لهم، فوز لكل من مات على طاعة الله عز وجل. ثانيا فوز وانتصار. ليه؟ لأن عدوهم لم ينجح في كسر إرادتهم، بل هم الذين كسروا إرادة العدو الذي أراد أن يصدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا سماه ذلك الفوز الكبير، رغم أنه أفناهم عن بكرة أبيهم، أحرقهم في النيران.
إلا أن الله عز وجل سمى ذلك فوز وانتصار. ليه؟ لأنه مات ثبت، مات على التوحيد، مات على الطاعة، مات على عقيدة أهل الإيمان، فهذا فوز له ولا شك في ذلك. ثانيا، لأن عدوه لم ينجح في أن يكسر إرادته، بل العكس هو الصحيح، أن هؤلاء الذين أبرمت بهم هذه النيران هم الذين أفشلوا كيد عدوهم. ليه؟ لأنه ما نجحش في الخطة بتاعته، وكان غرضه في إيقاد هذه النار، في إشعال هذه النار وفي إلقائهم فيها إيه؟ إن هو يكسرهم، إن هو يردهم عن هذا الإيمان، يردهم عن هذا التوحيد، يردهم عن طريق الحق، ففشل. فالمنتصر الحقيقي من؟ الذي ألقي في النار وفاز بجنة الله عز وجل في الآخرة، أم هذا الذي نجح العدو في كسر إرادته فرده عن قضيته؟ من المنتصر؟ المنتصر هو ذلك الذي ثبت على الطاعة، ثبت على عقيدته، ولقي الله عز وجل وهو على ذلك. فأهل غزة في الأصل منصورون، أهل غزة وإن ماتوا جميعا فهم الفائزون، فهم المنصورون. لأن يا أخوانا من عقيدة المسلم، لأن اللي بيسأل الأسئلة دي الغرض منها هو تشكيك الناس في عقيدته، لأن الأصل أن المسلم يكون ثابت على عقيدته وثابت على دينه ويموت على ذلك، وإن مات المسلم على ذلك فهو المنتصر وهو الفائز بإذن الله تبارك وتعالى. كونك أن أنت ما انتش فاهم حقيقة الإسلام وحقيقة النصر وحقيقة الفوز، فده عيب فيك أنت، مش عيب في الدين أو عيب فينا. فأنت محتاج أن أنت تراجع دينك وتفهم دينك صح، محتاج أن أنت تراجع دينك وتفهم دينك صح، لأن من عقيدة المسلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست دار جزاء، وإلا فلو كل مظلوم أخذ حقه من الظالم في الدنيا وفي النهاية مات الظالم ومات المظلوم، ففيما يكون البعث وفيما يكون الحساب؟ وكيف سيكون هناك جزاء في الآخرة؟ مفيش، ما كل واحد خد حقه فين؟ في الدنيا، ولا مش معايا؟ فاللي بيسأل السؤال ده بقول له لازم تسلم أولا إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست دار جزاء. ثانيا لازم تسلم وتعتقد إن الدار الآخرة مركزية في قلب المؤمن، فهو متعلق بالدار الآخرة وليس متعلق بالدار الدنيا. لقي فيها الفوز ولقي فيها الراحة ولقي فيها الانتصار أم لم يجد، فهو متعلق مركزية الآخرة في قلبه أعلى من كل شيء. هو عارف إن هو لو ثبت على ذلك ومات على ذلك فهو فائز في الآخرة. فالمسلم أو المؤمن تشغله الآخرة ولا تشغله الدنيا، تشغله الآخرة ولا تشغله الدنيا. فاللي بيسأل السؤال ده هو وبيقول ليه ربنا سبحانه وتعالى لم ينصر المظلومين في أهل غزة، أقول له خد بالك أنت عندك لوث في شيء. أولا لازم تعرف أن الدنيا دار ابتلاء ليست دار جزاء. ثانيا لازم تعرف أن الانتصار والثبات هو أن يوفقك الله إلى أن تموت وأنت على عقيدة أهل الإسلام لم تتزعزع عنها قيد أنملة. هو ده الانتصار وهو ده الثبات. فأنت لو ما انتش فاهم الكلام ده هو هتلاقي نفسك تهرت الباب أي كلام تقوله، زي ان ربنا سبحانه وتعالى ازاي وعد بنصرة المظلوم وما نصرش المسلمين في اهل غزة، او انك تقول ان ربنا سبحانه وتعالى وعد بالنصرة فاخلف. حاشاه سبحانه، حاشاه سبحانه ان يعد ويخلف في وعده. انت اللي ما انتش فاهم حقيقة القرآن وما انتش فاهم حقيقة الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كمل، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم لإيه؟ يؤخر جزاءهم لهذا اليوم، وإلا زي ما قلت لك في بداية الكلام لو كل مظلوم أخذ حقه من الظالم في الدنيا، طيب ما قيمة البعث وما قيمة الحساب بعد البعث؟ فربنا سبحانه وتعالى أي نعم وعد بنصرة المظلوم، لكن في المآل في الآخرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تمام؟ فاعتراضك وسؤالك هو اللي غريب جدا. غريب ان انت تكون مسلم وتعتقد ان الدنيا دار جزاء
لا دار ابتلاء. وإلا فبما تفسر قول الله تبارك وتعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ كيف تفسر هذه؟ إن كان كل مظلوم هياخد حقه من الظالم في الدنيا، طيب إيه اللي هيوفيه ربنا عز وجل للعباد يوم القيامة؟ إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وحاجة تانية عايزين نفهمها يا جماعة، هل ربنا سبحانه وتعالى وعد بأنه لن يبتلي المؤمنين؟ كلا، بل إن الله تبارك وتعالى وعد أنه سيبتلي المؤمنين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد إنه هيبتلي المؤمنين. لكن الزتونية في إيه؟ زي ما احنا بنتكلم باللغة الدارجة بتاعتنا، كمل الآية: وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى المطلوب مننا إيه؟ شوية صبر وشوية تقوى. إمتى؟ حين حدوث الابتلاء. لما يقع عليك الابتلاء اللي ربنا تكلم عنه في بداية الآية: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ربنا وعدك إن فيه هنا إيه؟ وعدك إن فيه ابتلاء. لمين؟ للمؤمنين. من مين هذا الابتلاء؟ من أعداء الدين. المطلوب منك أنت كمؤمن تلقاء أو في وجه هذا الابتلاء إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بس إمتى؟ لو حققت الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الإيه؟ لمن عزم الأمور. كمل. ليه بقى شوية الصبر وشوية التقوى دول من عزم الأمور؟ ليه؟ ذلك سؤال اللي كان بيسأله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. طيب ليه بقى السؤال بتاعك؟ ليه ربنا ما حققش لنا النصر؟ ليه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى دي بقية الآية اهي، ولكن ليبلو بعضكم بإيه؟ ببعض. يبقى ده امتحان وده ابتلاء. ربنا عز وجل بيبتلي ليمحص، بيبتلي لينقي، ولكن ليبتلي بعضكم ببعض. وسبحان الله العظيم، أهل غزة في مكانهم ثابتين على الحق وهم يعانون أشد العناء ومضطهدون أشد الاضطهاد ويقاتلون بأشد وأفظع أنواع الأسلحة والقنابل، وبالرغم من ذلك لم يصبهم الهلع ولم يصبهم الفزع ولم تتزعزع عقيدتهم في الله عز وجل. وانت في بيتك في مكانك قاعد تحت تكييف وبتتفرج على التلفزيون وآمن في أسرتك وآمن في أموالك وآمن في أولادك، وأصابك الهلع وأصابك الفزع وأصابك الشك ومرعوب. انت اللي آمن في مكانك مرعوب وهم في قلب هذه النيران ومن الله عليهم بالثبات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعدك أنه لن يبتلي المؤمنين، بل إن ربنا سبحانه وتعالى وعد بأنه سيبتلي المؤمنين. ليه؟ عشان يختبر إيمانهم، عشان يختبر يقينهم، عشان يشوف ثباتهم. تمام؟ ثم إن ربنا عز وجل لما وعد بنصرة المظلوم وعد بها في الآخرة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يبقى ربنا عز وجل لم يعدك بأنه سينصر المظلوم في الدنيا، بدليله أصحاب الأخدود كلهم ماتوا عن بكرة أبيه. ربنا سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا أن ينصرهم؟ كان قادرا سبحانه وتعالى، ولكن جعلها عظة وعبرة لأمثالنا من المؤمنين لنثبت على الدين. لكن أثنى عليهم وبين لنا أن لهم جزاء في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، وسمى ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه ذلك الفوز الكبير. هو ده الفوز الحقيقي، إنك تموت على الدين، تموت ثابت، يكون جزاءك في الآخرة رضا الله عز وجل وجنته. هو ده الفوز وهو ده الانتصار. أما لو إنك تشككت في قدرة الله عز وجل أو في وعد الله عز وجل وأصابك هذا الفزع وهذا الهلع الذي جعلك تخرج مثل هذه الأسئلة من فمك، فهذا الشك يضرك ولا ينفعك.
يعني ماذا لو مشيت وراء هذا الشك إلى أن تركت دينك وتخلفت عن ركب المؤمنين، هل بذلك أنت نصرتهم؟ لا، بل أنت أضفت جرحا إلى جراح الأمة وهما إلى هموم الأمة في هذه المحن التي تحياها الأمة. فهذا السؤال لا شك أنه سؤال تشكيكي في الله وفي دينه سبحانه وتعالى. ثاني نقطة: أين النصر؟ ولماذا لم ينصر الله عز وجل المسلمين في غزة؟ وهو ده بقى أصل الجواب على هذا السؤال. ثاني نقطة: أين النصر؟ ولماذا لم ينصر الله عز وجل المسلمين في غزة؟ وهو ده بقى أصل الجواب على هذا السؤال. أولا، أنت تسأل وتقول أين النصر؟ أنا أسألك: نصر من؟ نصر المسلمين في غزة على من؟ على الصهاينة. حلو. من هم الصهاينة؟ الصهاينة دول عبارة عن وكلاء عن كل منظمات العالم التي تحارب الإسلام. يعني الصهاينة جزء من المنظومة العالمية ضد الإسلام وأهله. تمام؟ توصيف الواقع ده مهم. فأهل غزة يقاتلون العالم كله متمثل في شوية الصهاينة بتوع إسرائيل دول. العالم كله بيساند الصهاينة، والعالم كله بيقاتل أهل غزة متمثل في الصهاينة. السؤال بقى: لماذا لم يأتي النصر؟ أولا، لأن الأمة لم تقاتل أعدائها. هو بيجي النصر غير لما بيبقى في طرفين بيتحاربوا مع بعض في حرب دائرة، وبعدين نشوف مين أهل فريق فيهم اللي هيغلب، صح؟ طيب العالم كله دلوقتي متمثل في الصهاينة بيقاتل أهل غزة. هل أهل غزة يقاتلون عن الأمة؟ الحقيقة لا. أهل غزة يقاتلون عن أنفسهم، عن أرضهم. قتال محمود، قتال محمود وشرف، لكن في الحقيقة هم يقاتلون عن أنفسهم، لا يقاتلون عن الأمة. الأمة خذلت الدين، لم تقاتل. أوضحها لك. ربنا عز وجل بيأمرنا في القرآن بيقول إيه؟ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خد بالك، قاتلوا المشركين إيه؟ كافة، مد لازم كلمي مثقل. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يبقى المفروض العالم كله متمثل في الصهاينة بيقاتل أهل غزة. يبقى كان يجب أن كل العالم الإسلامي يتكاتف ويتضامن مع أهل غزة ليقاتل أهل غزة نيابة عن العالم الإسلامي الصهاينة. ولا كلامي غلط؟ وضحت كده؟ يعني دول كلهم بيقاتلوا متمثلين فين؟ في الصهاينة. اللي ظاهر في الصورة الصهاينة. طيب أهل غزة بقى، هل أهل غزة يمثلون الأمة؟ عشان نقول إن هم بيمثلوا الأمة يبقى كانت لازم الأمة كلها تدعمهم عشان يقاتلوا الصهاينة. هل الأمة كلها بتدعم أهل غزة؟ الحقيقة لا. يبقى إذن أهل غزة لا يقاتلون عن الأمة، بل يقاتلون عن أرضهم وديارهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. تمام؟ بس مش بيمثلوا الأمة. إمتى يمثلوا الأمة؟ لما الأمة تدعمهم. إذن أنت تسأل متى يأتي النصر؟ أقول لك: ومتى قامت الحرب؟ هي فين الحرب أساسا؟ ده أعداء الدين كلهم مجتمعين على أهل غزة. فين أهل الإسلام؟ مفيش. فين أهل الإسلام اللي سندوا أهل غزة عشان تقاتل؟ مفيش. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هل نحن قاتلناهم كافة؟ لا. يبقى إذن أنت ما انتفضتش لدينك، ما انتفضتش لعقيدتك، ما انتفضتش تذب عن المسلمين. أنت جاي تسأل السؤال غلط. كان في كلمة للشيخ الألباني بيقول إيه؟ ثبت العرش ثم انخش. الأول هات لي الحرب اللي بين المسلمين وبين الكفار، وبعدين تعالى نتساءل بقى لماذا لم يأتي النصر. أنت حاربت من أجل الدين؟ هل الأمة حاربت من أجل الدين؟ الحرب، حقيقة الحرب اللي موجودة دلوقتي في غزة هي حرب إسلام وكفر. إسلام وكفر، دي حقيقة الحرب الموجودة فين؟
في غزة، حرب إسلام وكفر، ليست حرب أرض وحدود، لكنها حرب عقيدة ووجود. الكفر كله تجمع عليهم. فين أهل الإسلام للمواجهة؟ لم يساند أهل الإسلام، بل خذلوهم والله. فلو احنا فعلا كنا عملنا كده، قاتلنا المشركين كافة بمساندة أهل غزة، يبقى كان من حقك ساعتها ان انت تسأل وتقول ايه؟ لماذا تأخر النصر؟ ليه يا اخوانا؟ لأن النصر معقود بالنصرة. النصر معقود بالنصرة. قال الله عز وجل: إن أداة شرط اهي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل نصرنا نحن الله عز وجل ابتداء حتى نتساءل الآن لماذا تأخر النصر؟ أو لماذا لم يأتي النصر؟ أو لماذا لم ينصر الله عز وجل المظلومين من أهل الإسلام في غزة؟ الحقيقة أننا خذلنا الإسلام وخذلنا إخواننا في غزة، فلذلك لا تنتظر نصرا. فمشكلتنا يا جماعة إن إحنا بنهرب من الحقائق بصور متعددة. لكن الحقيقة إن الحرب في غزة ده يا جماعة حرب على الأمة الإسلامية كلها. والحقيقة برضو إن غزة لا تنوب عن الأمة في حربها مع إسرائيل. ممكن واحد دلوقتي دماغه تشتغل ويقول لي إيه؟ يعني أنت عايز تقول إن أهل غزة دلوقتي هم اللي بيدفعوا الثمن؟ بيدفعوا ثمن تخاذل المسلمين وعدم نصرتهم ومساندتهم؟ طيب أين قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ده سؤال ممكن يتسأل لنا دلوقتي وأنا بتكلم. أرد عليك أنا بقى وأقول لك إيه؟ من مات من أهل غزة ثابتا على الإيمان فإن الله عز وجل اصطفاه. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يبقى اللي بيحصل هناك ده ابتلاء لأهل غزة، واللي يثبت على هذا الابتلاء حتى يلقى الله عليه فهو من الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى. فاللي هيموت من أهل غزة في هذا القتال في سبيل الله سينال أجره من الله كاملا وافيا غير منقوص، بل وسيكرمه الله عز وجل ويتفضل عليه. لكن باقي الأمة ليست مؤهلة للنصر. باقي الأمة ليست مؤهلة للنصر حتى تجازى به. ليه؟ لأن الأمة لم تتعامل مع الموقف في غزة على أنه قضية إيمان وكفر. عارف، لو الأمة تعاملت مع الموقف في غزة على أنه قضية حرب إيمان وكفر لساندت الأمة غزة بكل طاقتها ولتحقق النصر ولم يتأخر. ولكن الأمة لم تتعامل إلى الآن في الموقف في غزة على أنها حرب إيمان وكفر، ولذلك الأمة ليست مؤهلة لتستحق النصر. فنحن الآن كأمة لم نأخذ بأسباب النصر. اسرد بقى كل الحجج والأعذار بتاعتك، المهم أن أنت لم تحقق أسباب النصر. النصر يا أخوانا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر له أسباب جالبة وله موانع تمنع من وجوده. فالأمة لم تأتي إلى الآن ولم تحقق إلى الآن على الواقع أسباب النصر لتستحق. ثانيا، كل موانع النصر حققتها الأمة. يا راجل، ده احنا بنعمل في بعض أكتر من اللي بيعملوا فينا أعداء الدين من بره، فكيف تسأل لماذا لم يأتي النصر؟ إخواننا افهموا القرآن. ربنا عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عايزين بس شوية صبر وشوية يقين. شوية صبر وشوية إيه؟ يقين عشان يأتي النصر. أسباب النصر لم تحققها الأمة. ثمامة بن أثال الحنفي بعد ما أسلم وكان لوحده أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت تأتي لقريش من بلادنا الحنطة اللي هي الغلة يعني، والله لن ينالوا منها حبة حتى تأذن فيها رسول الله. فكان سبب في أنه جاب الكفرة لمحمد صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما بينهم وبينه من صلة الأرحام أن يأمر ثمامة أن يصدر لهم القمح أو الحنطة. وده واحد أثر فيهم كلهم لوحده. فما بالك بقى الخير اللي مع كل الدول الإسلامية؟ لو منعت الأمة خيرها عن عدوها لقتلت عدوها في بلاده. فالأمة لم تحقق أسباب النصر. فمن قاتل لإعلاء كلمة الله لا لغيرها ولم يخلط في هذا المقصد وكان من أهل الإيمان فهو موعود بنصر الله تبارك وتعالى، وإن قتل على ذلك فهو من الشهداء.
أما باقي الأمة إلى الآن لم تعي حقيقة الحرب الدائرة في غزة. الحرب الدائرة في غزة يا إخوة ليست حرب أرض وحدود، ولكنها حرب عقيدة ووجود، حقيقتها حرب إيمان وكفر. الأمة إلى الآن لم تعي حقيقة الحرب الدائرة في غزة. فلا تسأل الأمة لماذا تأخر النصر، لأن الأمة ابتداء لم تحارب من أجل هذه الحرب، فكيف سيأتي النصر؟ خد بالك إن أكتر اللي بيسأل السؤال ده هو نفسه، لو دققت في حاله هتلاقيه هو من عونة أعداء الله تبارك وتعالى، ومن ضمن الناس اللي هي ضد نجاح الأمة وضد تحقيق النصر للأمة. هتلاقيه إما إن هو بينافق الظالمين والطغاة طمعا في المال والجاه، أو إنه بيهمل في تربية أولاده فينشأون بلا عقيدة ولا عزة ولا نخوة، فيصبحون بالتالي أدوات في أيدي أعداء الإسلام، أو إن اللي بيسأل السؤال ده هو نفسه لا يتقن في عمله، فيكون هو نفسه سبب في ضعف وجهل الأمة الإسلامية واحتياجها دايما لأعداء الإسلام. ويجي بعد كده يسأل يقول لك لماذا لم يأتي النصر ولماذا تأخر النصر؟ ممكن واحد يقول لي يعني أنت عايز تقول إن إحنا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا إحنا سبب في تأخر النصر؟ عارف أنا هرد عليك وأقول لك إيه؟ لأن برضه في كتير بيدندن ويقول كده، بيقول إن إحنا طول ما إحنا بنعمل ذنوب مش هيأتي النصر. عارف لازم كلامك اقول لك ايه؟ اقول لك معنى كده ان المشركين في غزوة احد كانوا اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في احد؟ لا طبعا، صح؟ بس لازم كلامك كده، لو انت بتقول لي طول ما احنا بنعمل ذنوب يبقى هيتاخر النصر، فلازم كلامك الزمك بيه. اقول لك معنى كده بقى ان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه معصيه نهائي؟ امال الخمر اللي اترمت في الشوارع ديت حتى صارت انهارا كانت ايه؟ وماعز بن مالك الاسلامي والغامديه لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده يقول له طهرني من الزنا ودي تقول له طهرني من الزنا، ده كان ايه؟ ده كانت مش معاصي، ده كانت كبائر، كبائر. وبالرغم من ذلك نصرهم الله عز وجل، صح؟ يبقى اذا مش مقياس موضوع الذنوب الايه؟ الفرديه. المشكله ان الامه واقعه في طامه كبرى لازم تتوب منها، لازم تتوب منها عشان ربنا يحقق لها النصر. والا فمخالفه الرماه أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، مخالفة بعض الصحابة كانت سبب في إلحاق الهزيمة في بدء الأمر، صح؟ وده كان إيه؟ درس. وبالرغم من ذلك من قتل في هذه المعركة ربنا عز وجل ما وصفهوش إنه مات ميت الجاهلية، لا، ده ربنا أثنى على اللي ماتوا في المعركة دي وقال إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل إيه؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى ربنا اثنى عليهم ومدحهم وحسبهم من الايه؟ من الشهداء، رغم مخالفتهم او مخالفه البعض لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى بالمخالفات اللي موجوده في الامه دلوقتي؟ واكبر مخالفه في الامه ان الامه تحاكمت لغير شرع الله عز وجل. يا جماعه المؤمنون موعودون بالنصر، لكن متى حققوا اسبابه وتجنبوا موانعه. متى حققوا أسباب النصر وتجنبوا موانعه يأتيهم النصر من الله عز وجل. النصر معقود بالنصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل اللي انت شايفه بيحصل للمسلمين في العالم كله، سواء في غزة أو في بورما أو في كشمير أو في الفلبين أو في أفغانستان أو في أي قطر من أقطار المسلمين، كل اللي انت شايفه ده كل من يقاتل في هذه البقاع صابرا محتسبا لإعلاء كلمة الله عز وجل ومات على ذلك فاز فوزا عظيما وفاز فوزا كبيرا كما سماه ربنا عز وجل في القرآن، بس بشرط أن يكون إيه؟ بيقاتل لإعلاء كلمة الله لا إعلاء غيره. عدم الخلط في المقصد من وراء القتال. فأهل غزة حقيقة انتصروا وانهزمت الأمة. انتصر أهل غزة وانهزمت الأمة، لأن الأمة خذلت دين الله عز وجل في الحرب الدائرة بين غزة وبين إسرائيل. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يوحد صفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم وقلوب قادتهم، وأن يبتلي أعداءهم بالزلازل والبراكين والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. اللهم
لا تجعل لهم في سمائك طائرة إلا أسقطتها، ولا في بحرك سفينة إلا أورقتها، ولا على أرضك سرية ولا كتيبة ولا مدمرة إلا عليهم دمرتها بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم خيب رميهم، اللهم خيب رميهم وشتت شملهم، وأوجد الخلاف والشتات بين قلوبهم وقلوب قاداتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.